الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، أسألكم بالله، لولا ثورة الحسين ولولا ما قام به الحسين عليه السلام أيكون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيمة؟ من الذي جعل لهذه الفريضة تلك القيمة العظيمة؟ أليس الحسين سلام الله عليه؟ عندما أعلن برنامج ثورته المباركة: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله ليأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الحسين سلام الله عليه عملا خرج ولم يترك عذرا لمعتذر أن يعتذر في ترك هذه الفريضة العظيمة التي بسبب تركنا إليها وترك المسلمين إليها حدث لهم ما حدث من المصائب. المسلمون عندما تركوا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط الله عليهم شرارهم، ثم يدعون ليل نهار فلا يستجيب الله لهم، وهذا نص أحاديث أهل البيت عليهم السلام. فالحسين سلام الله عليه لم يترك لمعتذر عذرا. قالوا: إذا كنت تعلم أنك مقتول فما حملك للنساء؟ قال: شاء الله أن يراهن. لأن المسلمين في بداية الدعوة لما كان يدعوهم النبي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقتال بين يدي رسول الله كما صرح القرآن، كانوا يعتذرون: إن بيوتنا عورة. يعني احنا بدنا نجاهد لكن نخاف على بيوتنا، نخاف على أعراضنا، نخاف على نسائنا. الحسين سلام الله عليه أخرج فخر المخدرات زينب معه لكي لا يعتذر معتذر عن القيام بهذه المهمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لاحظ البعد والروح التي أعطاها الحسين سلام الله عليه لهذه الفريضة. تدري أنت هذه الفريضة تعد بروايات أهل البيت سلام الله عليهم إلا عبارة كل الواجبات والمستحبات أمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنفثة في بحر ماء لجي. يعني نفس هذا الرذاذ المتطاير أمام البحر ما له قيمة. يقول كذلك كل الواجبات والمستحبات أمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ لا شيء. والذي أعطى روحا لهذه الفريضة هو الحسين سلام الله عليه. كذلك مقارعة الظالمين والوقوف في وجه الظالمين، هذا مفهوم قرآني. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا المفهوم مفهوم الجهاد والوقوف في وجه الظالم والطاغية والمتجبر والفاسد والمنحرف. هذا المفهوم القرآني العظيم الذي جسده وأعطاه روحا هو الحسين سلام الله عليه. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون. وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة. لاحظوا إذن الذي أعطى لهذا المفهوم القرآني وهو مفهوم مقارعة الظالم والطاغية والمتجبر، الذي أعطى لهذا المفهوم روحا
وأصبح هذا المفهوم ذا قيمة هو الحسين سلام الله عليه. لاحظوا، إذن عندما نحن نحيي ذكر الحسين ماذا؟ نحيي هذه المفاهيم التي من أجلها ضحى الحسين سلام الله عليه وقدم نفسه وأهل بيته وكل ما يملك. إذن عندما نحيي هذه الذكرى إنما نحيي الرسالة الحية، نحيي شرع الله، نحيي دين الله الذي يجب علينا جميعا أن نحيي هذا الدين، فنتخذ من الحسين أسوة وقدوة. وهذا الذي يفسر أتجلسون وتتحدثون؟ قال بلى يا ابن رسول الله. قال إني أحب تلك المجالس، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، وليس أمر أهل البيت إلا إحياء الرسالة التي جاء بها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله.